عارفة ليه شاب زي سيدنا موسى عليه السلام فضل يخدم راجل كبير في السن 10 سنين عشان بنت من بناته؟ إيه اللي خلاه يعمل كده؟ ربنا قال: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. بس كده، مش قال جميلة ولا فاتنة، قال على استحياء. الحياء كان كفاية يخليه يختارها تبقى شريكة حياته. وسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما دخل بيته لقى ظل فاطمة رضي الله عنها باين على الحيطة. قال لهم: أطفئوا السراج حتى لا يرى أحد ظل فاطمة. حتى الظل ما كانش يرضى حد يشوفه. وسيدنا عثمان بن عفان وهو في لحظة موته شاف خمار زوجته اتزحزح شوية، قال لها: شدي خمارك، فوالله انكشافك أشد علي مما أنا فيه. رغم آلامه وسكرات الموت كان الحياء في قلبه لآخر لحظة. ومريم بنت عمران لما عرفت إنها حامل من غير زواج قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. ما فكرتش في نظرة الناس، فكرت في حيائها وعفتها وكرامتها. فيا كل بنت عفيفة، الحياء مش ضعف، الحياء قوة وعزة وستر. الحياء تاج مش أي حد يعرف يلبسه. الحياء مش موضة راحت، ده كنز ضاع ولازم نرجعه. عارفة يعني إيه تبقى انت البنت اللي في وسط الزحمة ماشية على استحياء؟ يعني تمشي بستر وتتكلمي بوقار وتضحكي من غير ما تفقدي هيبتك. الناس يمكن تفتكرك معقدة أو قديمة، بس عند ربنا انت غالية. واللي حافظت على حيائها ربنا هيحفظها في كل خطوة في حياتها. اللهم ارزقنا الحياء كما زينت به مريم، وأكرمنا بالعفاف كما أكرمت فاطمة. اللهم ارزق بناتنا سترا يستر القلب قبل الجسد، واجعل حياؤهم نورا ورفعة وعزة في الدنيا والآخرة. آمين يا رب العالمين. ما تنسوش تعملوا اشتراك ولايك وتكتبوا تعليق وتصلي على النبي علشان يوصلكوا كل جديد.